بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. زي ما انتوا شايفين النهاردة إن شاء الله نغير العلف من بادي لنامي. نامي اللي هو بيبقى ايه زي ما انتوا شايفينه كده، بس طبعا ما ينفعش نغير فجأة كده. يعني انا امبارح حاطه ناعم واجي النهارده احط خشن، لا طبعا ما ينفعش اعمل كده. زي ما انتوا شايفين انا جبت الجردل ده وحطيت فيه اهو ناعم، وحطيت فيه مثلا يعني 3 كيلو ناعم كده، وحطيت عليهم 2 كيلو خشن. لازم ألخبط النوعين مع بعض. أغير إمتى؟ في يقولك لما تبقى مثلا الفرخة وزنها نص كيلو، فوقف ال 23 اللي هو ايه البادي بروتين 23%. اول ما فرخ يبقى معايا نص كيلو ابتدي اغير، لانه هو خد كفايته من البروتين. ما ينفعش نديله بروتين اعلى من كده، فبنقلل بنخش على النامي وهو 21%. وقبليها بيوم بحط مضاد سموم. هوريكم بقى المضاد السموم دلوقتي. زي ما انتوا شايفين انا لازم قبلها بيوم احط مضاد سموم. طبعا كل مكان او في عياده بيطريه هتديكي اي نوع مضاد سموم وكده. دوت عامل 30 جنيه، ريحته كده بتبقى قريبه من الخل. في ناس هتقولي انا بحط خل في الميه، الخل ما بيديش النتيجه اللي هي يعني. فخلينا في تغيير العلف. الخل ممكن نحطه مع خلطة البصل والثوم من وقت للتاني، لكن خلينا نتفق مع بعض ان احنا علشان خاطر اغير العلف من 23 ل 21 الخطوة دي مهمة جدا. لازم قبلها بيوم، يعني انا مثلا النهاردة اليوم ال 16 او ال 17، انا اروح يوم 17 مدية مضاد سموم ومدية البادي اللي هو 23 عادي. النهاردة اروح مدية غطا على 2 لتر مية. الدواء اللي بيدولك البيطري بيقولك احطي غطا على 2 لتر، ممكن دكتور تاني يديكي دواء يقولك غطا على 4 لتر. فكل علاج وليه كمية المية بتاعته، عشان محدش يقولي انت دلوقتي بتقولي غطا على 2 لتر، انا لا الدكتور قال لي غطا على 4 لتر. لا، لان الدواء اللي في ايدي ده هو عارف ان غطا على 2 لتر دي النتيجة بتاعته، ودي الكمية اللي تناسب الدواء اللي معايا. دي حاجة. او قبلها بيوم بحط معلقة غطا على 2 لتر مية قبلها بيوم، ابيتها بالليل. يعني انا مثلا بالنهار حطيت فيتامين، حطيت مية عادية، حطيت مية فيها اي حاجة من الخلطات، حطيت فيها ينسون مية مغلية، حطيت فيها ينسون، حطيت فيها حلبة عادي. بالليل ابيت على مضاد سموم، يعني بالليل كده ابيت على مضاد سموم. تاني يوم بختار بقى اجيب العلافة اهي، بحط فيها جزء بادي وجزء نامي، جزء خشن وجزء ناعم، جزء اللي هو 23 وجزء 21. وهروح حاطه كمان تاني يوم ابيت على مضاد سموم. يبقى انا كده حطيت قبلها بيوم وفي نفس اليوم اللي انا لخبطت فيه. دي حاجه. خطوه مهمه كمان ان انا اكون مجوعه الفراخ، علشان في حد ممكن يقول لي انا بدي ناعم واول ما جيت حطيت الخشن ما كلوش، لانك انتي حطيتي خشن فقط، ما حطيتيش خشن وناعم مع بعض. يعني اول يوم احط الناعم اكتر من الخشن، تاني يوم احط الاتنين متوازنين، تالت يوم هحط الخشن هياكلوه. تمام. دي الخطوة المهمة، ان انا مثلا تاني يوم بقى خلاص هحط العلف الخشن مع الناعم. يكونوا جعانين، هم كلوا بالليل خلاص وكده، الصبح بدري ما احطش اكل، اسيبهم كده شوية ساعة ولا حاجة. وابتدي احط بقى نص من كده وربع من كده لغاية لما يتعودوا على الاكل. ما ينفعش نحط على طول تاني يوم الخشن، وما ينفعش ما احطش مضاد سموم، لازم احط مضاد سموم قبلها بيوم، ويوم تغيير العلف كمان هحط مضاد سموم. يعني انا هحط يومين مع بعض. تمام. هنحط بقى على جوع الحبة اللي هي طبعا الخشنة مع الحبة الناعمة، دي اهم حاجة في كده. في ناس بتقولك بنغير على 15، وفي ناس بتغير على 16 و17. لا، انت يعني غيري لما تحسي ان الكتكوت معاكي وزنه حلو نص كيلو، لان هو البروتين خلاص خد 23% لغاية نص كيلو. ما ينفعش احط بعد كده، لان لو استمريت بيبقى الوزن قليل. لازم احط الخشن اللي هو 21، وبرده هتلاقي في فرق. يعني اول ما بحط الخشن كده يومين 3 اسبوع تلاقي الكتكوتة خلاص بقت فرخة، يعني بتحس ان هي بقت فرخة كبرت وخلاص اتعودت على الحبة اللي هي 21%. ده نظام في الكتاكيت البيضة.
لغاية نص كيلو 23، ومن بعد نص كيلو لغاية الذبح بنبتدي نحط 21%. الخطوات اللي انا قلتها لكم دي مهمة جدا جدا. انا النهاردة اليوم ال18 بالظبط ليهم بدأت احط شوية وشوية. زي ما انتم شايفين لازم نكون متفقين ان لازم الارضية تبقى ناشفة، لازم الارضيه تبقى ناشفه، واهم حاجه السقايه زي ما انتم شايفينها نظيفه، والعلف اهو محطوط وكل شيء معانا تمام. زي ما انتم شايفين انا حطيت الخلطه البادي 23 مع ال21. بجيب زي ما انتم شايفين دي كزبره، انا بجيبها خشنه وبعملها عندي في الكبه، انا عايزاها مجروشه كده عشان يقدروا هما كمان ياكلوها. بحط كده زي معلقتين تقريبا كده، معلقتين. حلوه قوي الكزبره، حلوه قوي لمعدتهم، ريحتها كمان بتشدهم للاكل. معايا كمان حبه البركه. ليه حبه البركه؟ حبه البركه بتزود جهاز المناعه. الحبه السوداء يعني هي اسمها حبه البركه، فهي بركه ومفيده جدا جدا، بترفع لي المناعه عند الفرخ بتاعي، وحلوه جدا. يعني هتجيبي كده شويه، يعني دولت عاملين بالظبط ب10 جنيه، بحطهم على 5 كيلو علف. عندك بتحطي معلقه. ماشي، احنا حطينا دلوقتي الكزبره، انا بحب احطها كده مع الخلطه